السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي من هايبر وان. هوريكم الحاجات اللي اشتريتها والاسعار بتاعتها بعد الخصم كانت ايه. ولو اول مرة تشوفوني ولسه ما اشتركتوش في القناة، اتمنى ان انتوا تدعموني وتشتركوا في قناتي علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. ونبدأ الفيديو مع بعض. اول حاجه اشتريتها هي المكرونه الفرن دي كيلو من توب فاليو، كان عليها عرض، كان الكيلو ب 23 جنيه بدل 33 جنيه، فجبت كيسين ب 46 جنيه. جبت كمان اللسان العصفور ده لسان عصفور حروف اسمه لنا، ده كيس 350 جرام كان ب10 جنيه ونص. وجبت كمان دقيق فرصه ده كيلو سعره ب23 جنيه. والعدس الأصفر ده الكيلو فيه ب63 جنيه، دول 468 جرام كانوا عاملين 29 جنيه ونص. وده كده زعتر حلبي، دول 100 جرام عاملين 36 جنيه. الزعتر ده بيبقى حلو جدا، بتحطوه بقى على جبنة أو بتحطوه في مخبوزات، بيبقى جميل جدا. والبان الدكر ده 25 جرام سعرهم ب32 جنيه ونص. طبعا هو الكيلو بتاعه غالي جدا، الكيلو بتاعه ب1300 جنيه. وجبت كمان الفطيرة دي سعرها 95 جنيه، الفطير بتاعهم ده بالزبدة حلو جدا. جبت كمان لبن بالهنا، ده كيس 450 ملي، الكيس كان ب15 جنيه ونص بدل 19 جنيه، فجبت الأربع أكياس دول ب62 جنيه. ولبن جهينة ده كان لتر ونص، عليه عرض ب65 بدل 75، هما دايما أو في الغالب بيبقوا عاملين عليه عرض. جبت كمان رز ميزة ده كيلو كان عليه عرض ب21 بدل 30 جنيه. هو الرزاية بتاعته مش كبيرة قوي، انا قلت لكم قبل كده ان انا بعمله برز بالشعرية، فبالنسبة لي ما بيفرقش معايا الرزاية تكون كبيرة قد ما بتفرق معايا الرزاية ان هي تكون كبيرة لما بكون بعمل رز ابيض او محشي او مثلا رز بالخلطة. فانا قلت بدل ما اجيب الكيلو التاني اللي هو بتاع رز الساعة او الرزاية الاكبر من ده، كان الكيلو ب33 جنيه، فقلت اوفر في السعر واجيب الرز ده ب21 جنيه، فجبت منه 3 اكياس ب63 جنيه. وجبت كمان الليمون ده الكيلو ب25 جنيه، فدول داخلين كده في 700 جرام كانوا عاملين 16 جنيه ونص. وصوص البشاميل ده من شيفي ده سعره 12 جنيه ونص. عايزة اقول لكم ان هو حلو جدا، انا كنت جربته قبل كده وجبته تاني. وجبت كمان الكورن فليكس ده بالعسل من لينو، ده 250 جرام كان برضو عليه عرض ب50 بدل 65 جنيه. والحلاوة الطحينية دي بعين الجمل، دي الكيلو منها ب127 جنيه، انا جبت منها دول قرب النص كيلو ب55 جنيه ونص. والتوست بالحليب ده كان عليه عرض ب46 ونص بدل 49 ونص. والعيش التركي ده حلو جدا، ده الكيس عامل 24 جنيه في 4 ترغفة. وكرتونة البيض دي فيها 30 بيضة ب139 جنيه ونص. وسمنة روابي دي 700 جرام كانت ب78 جنيه ونص بدل 80 جنيه وربع، هو الخصم بتاعها ما كانش كبير. والذرة الحلوة دي كان عليها عرض ب31 ونص بدل 47 جنيه ونص، دي 400 جرام. وبرطمان الصلصة ده بتاع توب فاليو كان عليه عرض ب18 جنيه بدل 24 جنيه. وده كده بن محوج من العروبة، ده 200 جرام كان عليه خصم ب145 بدل 194 جنيه، هو كان فيه منه تست هناك فعجبني علشان كده اشتريته، والخصم بتاعه برضو كان حلو جدا. والعسل الاسود ده من مرام، ده 700 جرام كان برضو عليه خصم ب46 بدل 54 جنيه. وده كده صوص كوري للنودلز، انا اول مرة اجربه، ده كان سعره ب73 جنيه ونص، فهجربه لسه وهشوف هيطلع كويس ولا لأ. والعرق سوس ده جبته من رجب العطار، ده كده نص كيلو ب95 جنيه. ودي مناديل كلاسي التلاتة مع بعض عاملين 70 بدل 90 جنيه، العلبة بيكون فيها 550 منديل، انا دايما بجيب النوع ده لانه حلو جدا. وجبت كمان مناديل المطبخ دي من فاين، كان عليها عرض ب93 بدل 100 جنيه، النوع ده برضو حلو جدا. والمناديل لما بتكون دي كبيرة بتقعد معايا فترة، بفضلها عن المناديل الصغيرة. وجبت كمان الفازلين ده من بيور، ريحته حلوة جدا، ده بزبدة الكاكاو، كان برضو عليه خصم كان ب20 بدل 32 جنيه. والتفاح ده تفاح مستورد، الكيلو منه كان ب64 جنيه، دول 900 جرام كانوا ب57 جنيه ونص. انا بعد ما جبته بصراحة ما لقيتش طعمه اللي هو افضل حاجة،
يعني هو بيبقى أنواع، أنا جبت منه قبل كده كان طعمه حلو، لكن المرة دي لأ ما كانش مسكر. ودي كده كانت مشترياتي، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في فيديو آخر، مع السلامة.